لو ولادك بيغلبوكي في اكل الخضروات الوصفه دي هتكون مناسبه جدا ليهم. هنعمل النهارده مع بعض برجر الفراخ بالخضروات. هو حاجه كده بين كفته الفراخ وبين برجر الفراخ. تعالوا يلا نشوف الطريقه والمقادير مع بعض. لو ده اول فيديو تشوفوه ليا انا سوزي سليم دكتور شيف، ما تنسوش تعملوا فولو او اشتراك في القناه علشان يوصلكم الوصفات الجديده. اول حاجه هنحتاج لنص كيلو من صدور الفراخ المفرومه، انا بشتريها جاهزه تقدروا تفرموها في الكبه مفيش مشكله. ضفت اول حاجه شويه بقدونس متقطع صغير، وبعد كده ضفت بصلايه مبشوره صفيت منها الميه وحطيتها في طبق، وطبعا مش هنرمي الميه هنستخدمها في اخر الوصفه. بعد كده عندي جزرايه متوسطه وواحدتين من الكوسه، تقدروا تزودوا الكميه او تقللوها حسب الرغبه. انا استخدمت المبشره الناعمه دي علشان ابشر الكوسه والجزر على الفراخ بالشكل ده بحيث تكون ناعمه جدا والاولاد ما يحسوش خالص ان فيها اي خضار. ممكن كمان تضيفوا بطاطسية متوسطة، اسلقوها الأول وبعد كده هرسوها ناعم وضيفوها مع الوصفة، كمان هتساعد في تماسك الفراخ. ضفت كمان فص توم كبير، هرسته ناعم بالشكل ده. وبعدين ضفت حوالي معلقتين كبار من دقيق الشوفان. بعد كده ضفت التوابل، توم بودرة وبصل بودرة وزنجبيل وسبع بهارات ورشة سماق ورشة زعتر. هكتب لكم كل المقادير تحت الفيديو زي ما اتعودنا. بعد كده ضفت رشة من زيت الزيتون، واخر حاجة ضفت حوالي معلقة كبيرة من دبس الرمان. بعد كده بقى هنجيب مية البصل اللي احنا صفيناها من البصلة اللي ضفناها للفراخ، هنضيف عليها شوية زيت زيتون، وبعد كده هنرش رشة من الملح والفلفل الاسود حسب الرغبة. بعد كده بقى هنبتدي نشكل البرجر او الكفتة بتاعتنا. القوام بتاعها بيكون لين او بتكون تحسوا ان هي سايبة شوية، ده طبيعي، بس هي مجرد لما تحطوها في الطاسة بتمسك نفسها عادي. هنبتدي بقى نخلط المكونات دي كلها مع بعض كويس الاول، وبعد كده هنجيب المية بتاعة البصل اللي احنا ضفنا ليها الزيت، هنحط ايدنا فيها الاول علشان الفراخ ما تلزقش في ايدينا. وبعد كده هنبتدي نشكل البرجر بتاعنا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. في الوقت ده بكون مجهزه جنب صينيه فارده عليها ورقه فايل كبيره او ورقه ألمونيوم يعني، علشان احط عليها البرجر، ولما نيجي نسويه نقطع الورقه بتاعه الألمونيوم كده من حواليها ونقلبها في الطاسه علشان يكون اسهل بدل ما البرجر يتقطع معايا. الطريقه دي بستخدمها حتى في برجر اللحمه العادي. وده شكلهم بعد ما خلصت الكميه كلها. هحط بقى طاسه على النار تكون ما بتلزقش وهسخنها كويس جدا. ضفت فيها قطع صغيره من الزبده وشويه من زيت الزيتون. بعدين هنبدا ننزل بقى بالبرجر بالطريقه دي زي ما انا قلت لكم. واهم حاجه تكون الطاسه متسخنه كويس جدا الاول، بس بنخلي النار عاليه وبعد كده بنوطيها علشان الفراخ تستوي كويس معايا من جوه. انا سويت الكميه على مرتين، بعد ما خلصت اول مره مسحت الطاسه وبعدين ضفت زيت تاني وبعد كده كررت نفس الخطوات تاني. وده بيكون شكلها بعد لما بتخلص. تقدروا بقى تقدموها في سندوتشات زي البرجر العادي مع خس وطماطم وبصل ومايونيز وجبنه وكده، او زي ما انا عملت كده قدمتها مع مايونيز عادي وجنبها رز، طعمها كان لذيذ جدا. لازم تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو وفولو علشان يوصلكم الوصفات الجديده.